السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده من اول اولى اعدادي لحد اولى ثانوي، يعني لو ليك صاحب في اولى اعدادي، في تانية اعدادي، في تالتة اعدادي، في اولى ثانوي، ابعت له الفيديو وقول له يلا نتأسس مع بعض عشان الجديد شديد ان شاء الله. المنهج الجديد محتاج تأسيس قوي، وانا هنا معاك عشان أسسك صح للمنهج الجديد ان شاء الله. هناخد اهم التريكات وبعض الحاجات اللي انت هتلاقيها مرتبط بيها المنهج في الفيديو ده ان شاء الله. يلا نسمي الله ونبدأ، وما تنساش الورقة والقلم بتوعك الحلوين عشان ناخد أهم التريكات اللي احنا مطالبين بيها إن شاء الله. أول حاجة أنا جاية أفهمك أصلا يعني إيه كيمياء. إيه هي الكيمياء دي يا ميس؟ عشان دايما أنا عندي عقدة منها. الكيمياء دي دليل تشغيل يومك من أول ما بتنام لحد ما بتصحى الصبح. ازاي؟ النفس اللي بتتنفسه، الموبايل اللي انت بتلعب بيه، اي حاجه حواليك، حتى الطبخ اللي ماما بتعمله لك، حتى الفطار، حتى اللبس اللي انت لابسه، كل دي ما هي الا كيمياء. يعني ايه؟ يعني تعالى نفهم مع بعض. قالك علم الكيمياء ده علم بيهتم بشوية حاجات. ايه هم شوية الحاجات؟ قالك ده علم بيهتم بدراسة المادة وتركيبها وخواصها والتغيرات التي تطرق عليها. يبقى علم الكيمياء بيهتم بكام حاجة؟ باربع حاجات. ايه هي؟ قلنا دراسة المادة وتركيبها وخواصها والتغيرات التي تطرق عليها. طيب، قالك الكيمياء في حياتنا اليومية زي ايه؟ قالك زي الأقمشة وزي المنتجات العناية وزي طب الأسنان والأجهزة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والزراعة وصناعة الصابون وصناعة الملابس وفي المطبخ، وكمان العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان. ايه ده يا ميس؟ يعني أنا جسمي شغال في تفاعلات كيميائية وأنا مش حاسس بيه؟ أيوة، شغال في تفاعلات كيميائية وأنت مش حاسس بيه. طب عارف الدليل؟ تعال أقول لك الدليل. إن أنت دلوقتي لما بتكون مخنوق شوية، مش مخنوق، صاحي عادي، بعدين فجأة بتعمل اي حاجه كده فتحس ان انت مبسوط جدا، او تاكل مثلا شوكليت تحس ان انت مبسوط جدا. طب ليه؟ ايه السبب؟ اتفرز عندك هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده مسؤول عن سعادتك، يعني طول ما انت سعيد اعرف ان جسمك فرز لك هرمون الدوبامين اللي مخليك في خيال تاني. كل دي اسمها تفاعلات كيميائيه. يعني الكيمياء مش صعبه، والله ما صعبه. امال محتاجه ايه؟ محتاجه تاسيس صح، وانك تشغل دماغك شويه، هتتبسط وهتستمتع بكل حاجه حواليك. تمام؟ ما هو عندنا حاجتين، يا اما كيمياء يا اما طاقه. يبقى الكون كله عباره عن تفاعلات كيميائيه او طاقه. حتى الاكل اللي انت بتاكله اللي ماما بتقوم تعمله لك، سواء فطار سواء غدا سواء عشاء، ما هو الا شويه تفاعلات كيميائيه بتغير لنا الاكل من حاجه لحاجه تانية خالص. ليه؟ عشان حصل له تفاعل كيميائي. طيب، اول حاجه لازم تكون عارفها من اولى اعدادي لاولى ثانوي، الماده. يعني ايه ماده؟ وايه الشرط اللي لازم يتوفر عندي عشان اقول على الشيء ده ماده؟ قالك ان الماده كل ما له كتله وحجم ويشغل حيزا من الفراغ. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي معايا قلم، عايزه اعرف ده ماده ولا لا. ما هو يمكن ما يبقاش ماده وبيضحكوا عليا، بس انا صاحي وواعي وعارف ان انا عندي شروط عشان اقول على ده ماده. صح كده؟ صح. كل ما له كتله وحجم ويشغل حيزا من الفراغ. اجيب القلم ده واوزنه على الميزان، طلع لي وزن حتى لو بالجرامات، طب ما هو كده ليه كتله. طيب، القلم ده مش واخد حيز من الترابيزه؟ واخد حيز من الترابيزه، اذا ليه حجم. طالما ليه كتله وليه حجم يبقى ماده. حضرتك كانسان وانت بتسمعني دلوقتي عارف وزنك، فانت مثلا وزنك انت لسه صغنطط، فقول مثلا 40 كيلو. طب بتاع اولى ثانوي كبر شويه، هنقول 60 كيلو. طب ما انت كده ليك كتله، ما هو الوزن ده الكتله دي اللي هو وزنك على الميزان. طيب، حجمك، مش انت قاعد، انا دلوقتي قاعده في الاوضه واخده مكان من الاوضه، فانا ليا كتله وليا حجم، عشان كده انا اسمي ماده. تمام؟ طب الهوا ده ماده ولا لا؟ هتقولي يا ميس ده ما تهزريش، ده ملوش كتله ولا ليه حجم، انا مش شايفه اساسا. يعني انا همسك الهوا هوزنه؟ هقول لك يا حبيب قلبي الهوا كمان ماده. طب ليه يا ميس؟ ليه كتله وليه حجم. انت لو نفخت بالونه وحطيتها على ميزان هتوزن معاك جرامات. طيب، والبالونه دي واخده مكان من الاوضه، اذا ليها كتله وليها حجم، صح كده؟ طب والهواء اللي انت بتتنفسه ما هو واخد حجم من جهازك التنفسي، صح كده؟ صح كده. طيب، يبقى كده الهواء كمان ماده. طيب، قال لك يعني ايه ماده؟ كل ما له كتله وحجم. طيب، قال لك بقى ان الماده دي قبل ما تبقى ماده مرت بظروف اصغر. يعني ايه مرت بظروف اصغر؟ الماده
قبل ما تبقى ماده فهي كانت جزيئات. طب قبل ما تبقى جزيئات كانت ذرات. يا ميس، يعني انت عايزه تقولي لي ان اصغر وحده بنائيه في اي حاجه في الدنيا سواء ماده او غير ماده الذره؟ هقول لك اي حاجه في الكون كله كانت ذره، بعد كده اترقت شويه وكبرت شويه بقت جزيئات، وبعدين اتحدت مع بعض الجزيئات فعملت لي الماده. يبقى الماده اساسها ذره، الماده اساسها ذره. يبقى اي شيء في الدنيا او اي ماده كانت الاول ذرات. يبقى كانت الاول ايه؟ ذرات. بعد كده الذرات اتحدت مع بعض وبقت جزيئات. طب بعد كده الجزيئات اتحدت مع بعض بقت ماده. يبقى انا عندي الماده بتتكون من ايه؟ من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. يعني الذرات هي وحده بناء وتركيب جميع المواد. كلام جميل، كلام جميل. قال لك عندي حاجه اسمها جزيء. الجزيء ده اصغر جزء من الماده وموجود في حاله انفراد. يبقى الجزيء ده اصغر جزء من الماده موجود في حاله انفراد وبيظهر فيه خواص الماده. طب قولي لي الدليل عشان انا مش مصدق الكلام اللي انت بتقوليه ده. تعالى اقول لك. عارف لما بترش برفيوم ايه اللي انا عملته ده؟ لما بترش برفيوم وعدي جنب حد فيقول لي ريحتك حلوه جدا. طب هو عرف منين ان انا ريحتي حلوه؟ لان الجزيئات بتاعه البرفيوم ابتدت ان هي تتطاير في الهواء وانت معدي فدخلت في مناخيره، والجزيئات ليها نفس خصائص الماده اللي هو البرفيوم، فشم نفس الريحه اللي انت حاططها. فده يدل ان الجزيء ده اصغر جزء من الماده وموجود في حاله انفراد وبيظهر فيه خواص الماده. ما هو نفس ريحه الماده اهو، صح كده؟ صح. قال لك الجزيء فيه منه نوعين، جزيء عنصر وجزيء مركب. جزيء العنصر خليك عارف انا كده بتكلم على عنصر واحد بس موجود باكتر من ذره. يعني ايه؟ يعني انا لو كتبت لحضرتك مثلا كده، ده كده ما اسموش جزيء، ده كده ما اسموش جزيء. طب ليه؟ لان دي ذره، دي ذره، ده مش جزيء. طب لو كتبت لحضرتك كده برضو ده عنصر واحد، يعني ده مش جزيء. يا ميس انا كده فهمت ان شرط عشان اقول على جزيء انه يكون اكتر من ذره، صح كده؟ طب الجزيء قلت لك ان ليه نوعين، يا اما جزيء عنصر يا اما جزيء مركب. جزيء العنصر بيكلمك على عنصر واحد. طب جزيء المركب على مجموعه عناصر، تمام، مع بعض بيشتركوا كل واحد بايه؟ على حسب عدد الذرات فبيعملوا لي جزيء المركب. فهميني اكتر عشان انا مش فاهم. تعال اقول لك. جزيء، تمام، جزيء العنصر يعني عنصر واحد صح بس موجود باكتر من عدد ذرات. شايف مجموعه العناصر دي؟ شايف مجموعه العناصر دي؟ يا ميس شايفها. لازم تحفظها صم، لازم تحفظها صم. ليه؟ لان دي مش موجوده في حاله انفراد، دي مش موجوده في حاله انفراد. حتى انا قلت لك فوق اهو الجزيء ده اصغر جزء من الماده ولا يوجد في حاله انفراد، تمام. طيب عندي بقى جزيء العنصر بيقول لك بيتكون من اتحاد ذرات متشابهه، بيتكون من اتحاد ذرات متشابهه، واحنا متفقين ان الجزيء موجود في حاله انفراد، موجود في حاله انفراد. يعني ايه؟ يعني بيحب يعيش وحيد عادي جدا، تمام. طيب عندك بقى مجموعه كده جزيئات عناصر لازم تحفظها زي ما هي، مش تحفظها، لازم تبقى عارف ان هي لازم تكون جنبها اتنين. يعني ايه؟ يعني ما بتقفش لوحدها، لازم جنبها حراسة اتنين. زي مثلا زي الهيدروجين، النيتروجين، الاكسجين، الفلور. الاربع عناصر دول مش بيقفوا لوحدهم، لازم يقف جنبهم اتنين. حتى لو خدت بالك في المعادلات هتلاقي دايما لما بيقفوا لوحدهم بنحط جنبيهم اتنين وبنرجع نوزن المعادلة. ليه؟ عشان هم دايما بيقف معاهم اتنين. طيب الفوسفور B4. طب الكبريت S8. ده مش عليك قوي فخلينا في اللي عليك الأهم، تمام. يبقى أنا عندي الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والفلور ما بيقفوش لوحدهم، بيقف جنبهم اتنين. دول كده جزيئات العناصر. طيب جزيء المركب، يعني ايه جزيء المركب؟ ده بيتكون من اتحاد ذرات بس مختلفة، انواعهم مختلفة. طب ازاي؟ زي جزيء المية. جزيء المية ده عبارة عن هيدروجين واكسجين، صح؟ ذرتين هيدروجين وواحده اكسجين، ده اسمه جزيء مركب. ليه جزيء مركب؟ لانه مكون من عنصرين، عدد ذرات وعنصرين، عدد ذرات وايه؟ وعنصرين. طيب قال لك زي غاز النشادر ال NH3، تمام. ال NH3 ده غاز النشادر مكون من نيتروجين وهيدروجين، يعني كم عنصر؟ عنصرين، يبقى ده اسمه جزيء مركب. طيب قال لك زي كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، ده مركب من كام عنصر؟ من اتنين، من صوديوم ومن كلور، صح كده؟ صح. طيب تعالى نكمل. قال لك اصغر وحده بناء للماده خلاص اتفقنا ان هي الذره ولا توجد غالبا في حاله منفرده. بص بقى،
الذره دايما عندها حرمان عاطفي كده. يعني ايه؟ يعني عايزه حنان، يعني ما بتعرفش ابدا تكون موجوده لوحدها، ما بتعرفش تفضل منفرده. امال ايه؟ بتشترك في التفاعلات الكيميائيه عشان توصل للاستقرار. يعني دايما الذره بتبحث عن الاستقرار، مش الانسان اللي يعني عنده حرمان عاطفي كده دايما بيدور على استقرار، سواء استقرار عائلي او مادي او اي حاجه، مش شرط الاستقرار التاني اللي احنا عارفينه ده، لا. تمام؟ دايما بيدور على الاستقرار. هي الذره كده، طول ما الذره لوحدها فهي دايما بتدور على شعور الاستقرار. خلاص؟ فعشان كده مش بتكون موجوده منفرده. طيب، قال لك بالرغم من صغر الذره مش احنا قلنا ان اصغر وحده بنائيه هي الذره؟ شفت بقى، برغم ان هي صغيره جدا الا انها، تمام، بتتركب من نواة مركزية بيدور حواليها إلكترونات. تعال أقول لك كده. يعني مثلا عندك دي الذرة، هنفترض يعني إن دي الذرة، تمام؟ طبعا الذرة صغيرة جدا، لو عايز تشوف فتت حتة بسكوتة قوي 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 وخد أصغر جزء هتلاقيها مش بيتشاف أصلا، هو في حجمها كده، دي الذرة، تمام؟ بس احنا كبرناها كده، يعني قال كده وكده يعني تحت الميكروسكوب. طيب قال لك الذرة بتتكون من نواة مركزية، النواة المركزية دي بيدور حواليها إلكترونات. بيدور حواليها إيه؟ إلكترونات. كلام جميل. طيب قال لك إن النواة المركزية اللي في النص دي بتحتوي على نوعين من الجسيمات، بروتونات ويرمز لها بالرمز بي لأن اسمها بروتونات بي، ونيترونات بيرمز لها بالرمز ان سمول، خلي بالك، تمام؟ وبيدور حوالين النواة المركزية الكترونات سالبة الشحنة بيرمز لها بالرمز اي سالب. خلاص؟ يبقى مكونات الذرة كلها بتتكون من كام جسيم؟ 3. ايه هما؟ بروتونات ونيترونات والكترونات. كلام جميل. طب لو سألك النواة المركزية فيها كام جسيم؟ فيها جسيمين، بروتونات ونيترونات. خلاص؟ طيب قال لك ان البروتونات موجبة والنيترونات متعادلة. طب والالكترونات سالبة الشحنة. كلام جميل، كلام تحفة. طيب يجي هنا بقى السؤال المهم، يقول لك علل الذرة موجبة الشحنة، النواة موجبة الشحنة، علل النواة موجبة الشحنة. هقول له لأنها تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. خلاص؟ طيب اتفقنا. يبقى انا عندي مكونات الذره فيها كام جسيم؟ الذره فيها 3 جسيمات، بروتونات نيترونات الكترونات. طيب لو سالك النواه فيها كام جسيم؟ فيها 2، بروتونات ونيترونات. خلاص؟ طيب البروتونات موجبه، النيترونات متعادله، الالكترونات سالبه. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها رمز العنصر. رمز العنصر ده اللي احنا هناخده بعد شويه، تمام؟ بس انا عايزه بس افهمك حاجه، ان اي عنصر بيحتوي على عددين، عدد كتلي وعدد ذري. يبقى اي عنصر بيحتوي على كام عدد؟ عددين، عدد كتلي وعدد ذري. طب بص بقى، دايما العددين موجودين يسار العنصر، دايما العددين موجودين يسار العنصر، ولكن العدد الذري موجود اسفل يسار العنصر، والعدد الكتلي موجود اعلى يسار العنصر، بنفس الشكل اللي انت شايفه ده. ده رمز العنصر، ده رمز افتراضي، تمام؟ ده رمز العنصر، والعدد الكتلي دايما فوق في الحته دي كده، والعدد الكتلي دايما تحت في الحته دي كده. يبقى العدد الكتلي فين؟ فوق في الحته دي، والعدد الذري تحت في الحته دي. طب يعني ايه العدد الكتلي؟ ده مجموع، ركز بقى في الحته دي، ده مجموع عدد البروتونات والنيترونات. يبقى العدد الكتلي بيرمز ليه بالرمز A. طب ده ايه؟ عباره عن عدد النيترونات زائد البروتونات. خلاص؟ يعني بجمعهم في بعض فده العدد الكتلي. طب العدد الذري لا، العدد الذري ده عدد البروتونات او الالكترونات. يبقى تاني العدد الذري ده عباره عن عدد البروتونات او الالكترونات، وبيرمز ليه بالرمز زد. ليه؟ عشان عدد ذري فيرمز ليه بالرمز زد، وموجود دايما اسفل يسار العنصر. خلاص اتفقنا؟ طيب يبقى تاني هاكد على الحته دي عشان انقل على اللي بعده عشان نخلص الكورس على طول. العدد الكتلي موجود اعلى يسار العنصر، ودوت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع عدد البروتونات والنيترونات. ركز في كلمه او ودي معناها جمع، انا جمعت البروتونات والنيترونات اداني العدد الكتلي. طيب او لا، ده يا اما عدد البروتونات يا اما عدد الالكترونات. خلاص؟ يعني مثلا لو عدد البروتونات 10 فعدد الالكترونات هو 10، فانا مش هجمعهم واقول 20، لا هاخد ال10 واحده بس. لكن لو عدد البروتونات 10
وعدد النيترونات هنا 10، هجمع الاتنين وهيبقوا 20 عشان انا عندي هنا وهنا او. خلاص هفهمك الحته دي بالتفصيل في الحته اللي جايه. بعد كده يا باشا عندك حاجه اسمها حالات الماده الثلاثه. احنا عندنا كام حاله للماده؟ عندي 3 حالات: صلبه، سائله، غازيه. انا دلوقتي لو عندي شويه ميه عايزه اخليهم تلج، هحطهم في الفريزر فهيفقدوا الطاقه الحراريه. ما هي الميه العاديه دي فيها شويه من الطاقه الحراريه. حتى في الصيف لو خدت بالك الميه بتكون سخنه عشان بيبقى فيها طاقه حراريه. طب انا عايزاها تلج، هحطها في الفريزر فهتفقد الطاقه الحراريه بتاعتها فهتتجمد. طب التجمد ده اسمها ايه؟ اسمها عمليه التجمد. يبقى انا لما احول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه اللي هو التلج ده اسمها تجمد. خلاص. طيب عايزه اخد التلج دوت من الفريزر احوله لميه، اعمل ايه؟ اولع عليه النار عشان يكتسب حراره، عشان يمتص حراره فيتحول الى سائل. فالحاله دي اسمها حاله انصهار. يبقى انا عشان احول من الصلب للسائل اسمها ايه؟ اسمها انصهار. اعمل للتلج انصهار. اتفقنا؟ اتفقنا. طب عشان احول من الحاله السائله للحاله الغازيه، عشان احول من السائل للغاز برضو بفضل مولعه النار. طبعا كلنا مرينا بتجربه ان ماما او بابا يقول لك قومي اعمل لي شاي وتنسى الشاي وتقوم الميه متبخره وتدخل تفضل تقول فين الميه فين الميه، الميه اتبخرت. يعني حصل لها تبخر. ليه؟ عشان هي اكتسبت حراره زياده. يا طالب تانية اعدادي ركز في الحته دي كويس قوي. تمام؟ اكتسبت حرارة زيادة فحولتها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عن طريق عملية التبخر. طيب عشان أحول بقى من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، عشان أحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بتمر بعملية اسمها التكثف. طب ازاي يا ميس؟ شفت البخار اللي طلع ده؟ مش البخار ده سخن؟ سخن. طيب معنى ان البخار سخن اول ما هيلمس سطح ساقع فهيقوم راجع لك تاني في صورة مية زي اللي بتكون متكونة كده على ازاز العربية وانت رايح مع بابا مشوار الساعة 6 الصبح او 5 الفجر، او على الاشجار بيبقى فيه نقط الندى دي. ما هو ده حصل لها تكثف بسبب ان البخار كان سخن لمس اي سطح ساقع فتحولت من الحالة الغازية الى الحالة السائلة عن طريق التكثف. طيب بعد كده عندك حاجتين كمان وبالاخص اللي هيدرسهم طالب تاني اعدادي: التساقط والتسامي. يعني ايه تساقط ويعني ايه تسامي؟ التسامي ده تحول الحاله من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه دون المرور بالحاله السائله. يعني هي تحولت من صلب لغاز على طول، ما تحولتش لسائله الاول بعد كده غازيه، لا هي تحولت من صلبه لغازيه على طول. في الحاله دي بقول تسامي. يبقى التسامي من صلب لغاز مباشره دون المرور بالحاله السائله ده اسمه تسامي. طيب التساقط بقى افتكرها بان دلوقتي انا عندي شويه بخار هيتحولوا لتلج زي الاماكن الاوروبيه، فالتلج هينزل فهيحصل لها تساقط. يعني تحول الماده من الحاله الغازيه الى الحاله الصلبه دون المرور بالحاله السائله اسمه ايه؟ تساقط. يبقى عندي شويه بخار عايزه يتحولوا تلج هيحصل لهم ايه؟ تساقط. هيحصل لهم تساقط. طيب يلا نشوف الاهم في المهم. بالنسبة لكل طلابنا من أولى إعدادي لأولى ثانوي لازم تكون عارف إن الجدول الدوري عندنا فيه كام عنصر؟ فيه 118 عنصر. الجدول الدوري فيه 118 عنصر. طيب أنا يا ميس المفروض إن أنا أحفظ ال 118 عنصر؟ لأ، أنت مش المفروض إن أنت تحفظ ال 118 عنصر. أنت عليك حفظ 30 عنصر بس، أول 30 عنصر في الجدول الدوري. تمام؟ تمام. طيب ال 30 عنصر دول أحفظهم كلهم بالعدد الذري بتاعهم؟ لأ، هتحفظ 20 بالعدد الذري و10 عادي. خلاص؟ طيب يعني يا ميس برضو انا احفظ ايه بالظبط؟ هقول لك يا حبيبي انا موزعهم لك على مجاميع اهو، لازم تحفظهم كلهم. اول مجموعتين هتحفظهم بالعدد الذري. فين هو يا ميس العدد الذري؟ انا لسه جديد معاكي هنا اهو يا حبيبي. العدد الذري اهو. لما اجي اقول لك الاكسجين عدده الذري كام تقول لي 8. طيب النيون عدده الذري كام تقول لي 10. طب لما اقول لك الالومنيوم عدد الذري كام تقول لي 13. طب لما اقول لك الصوديوم تقول لي 11. يبقى انت لازم تحفظهم بالعدد الذري بتاعهم. خلاص؟ يبقى اول 20 بالعدد الذري، طب الباقي من غير عدد ذري. طب تعالى نقولهم بقى مع بعض واحده واحده. وبالله عليك من اولى اعدادي لاولى ثانوي تحفظ ال 30 عنصر دول وانت قاعد كده في الاجازه والكورسات نقنق فيهم. اسمع كلامي هتستفاد بعدين. يلا يا حبيبي نقولهم مع بعض. الهيدروجين اتش، الهيدروجين اتش، الهيليوم اتش اي، الهيليوم اتش اي، الليثيوم ال اي،
الليثيوم LI، البريليوم BE، البريليوم BE، البورون B، البورون B، الكربون C، النيتروجين N، الأكسجين O، الفلور F، النيون Ne، الصوديوم Na، المغنيسيوم Mg، الألمنيوم Al، السيليكون Ci، الفوسفور B، الكبريت S، الكلور Cl، الأرجون Ar، البوتاسيوم K، الكالسيوم Ca. أول 20 دول هحفظهم بالعدد الذري، تبقى عارف ان الهيدروجين 1 والهيليوم 2 والليثيوم 3 وهكذا، وانا مرتبهم لك هنا. طيب المجموعه الثالثه تحفظ بس الاسم والرمز، يعني اقول لك الكروم تقول لي Cr. وخلي بالك خلي بالك لو عنصر يعني مكون من حرفين، اول واحد لازم يبقى كابيتال، تاني واحد لازم يبقى سمول. خد بالك كده، الN ايه، بص الN كابيتال الA سمول، ده دايما ده دايما. طيب الكروم Cr، الحديد Fe، النحاس Cu، الخرسين Zn، البوروم Br، الفضة Ag، اليود I، الذهب Au، الزئبق Hg، الرصاص Bb. لازم نحفظهم لازم عشان خاطري. طيب طبعا انا هسيب لك الملزمه، هسيب لك الملزمه تمام في قناه الواتساب. هتلاقي فين قناه الواتساب؟ هتلاقيها في الوصف. وطبعا ده مش معناه ان انت تدخل قناه الواتساب تاخد الملزمه وتخرج. هنزل حاجات كتيره قوي مهمه على مدار السنه ان شاء الله على قناه الواتساب، فادخل قناه الواتساب هتستفاد، وببعت عليها اهم الحاجات وكمان بشرح فيها في ليالي الامتحان، فانت حر بقى. طيب بينقسم عناصر الجدول الدوري يا حبايب قلبي ل4 انواع. يبقى الجدول الدوري بينقسم لكام حاجه يا ميس؟ ل4 انواع. ايه هما الانواع؟ فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات، عناصر خامله. قولهم كده معايا: فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات، عناصر خامله. يعني ايه يا ميس فلزات؟ تعالى اقول لك يعني ايه فلزات، وده من اولى اعدادي لاولى ثانوي هتستفادوا كلكم. الفلزات بينتهي مستوى طاقتها الخارجي بواحد او 2 او 3. تمام؟ يبقى تاني، بينتهي مستوى طاقتها الخارجي بواحد او 2 او 3. واحده واحده يا ميس، فهميني اصلا يعني ايه مستوى طاقتها الخارجي. تعالى بقى افهمك الليله دي. انت عندك حاجه، وخاصه اولى اعدادي، اولى اعدادي هياخد الكلام ده بالتفصيل في اول درس، فانا مش هشرحه هنا بالتفصيل لان طالب ثالثه اعدادي هو فاهم الكلام ده بس محتاجني افكره. طيب يعني ايه بينتهي بواحد او 2 او 3 الكترون؟ بص يا حبيبي، عندي حاجه اسمها توزيع الالكترونات. توزيع الالكترونات بتتوزع في مسارات. بتتوزع في ايه؟ في مسارات. طيب انا عندي كام مسار؟ انت عليك تعرف عندك 4 مسارات، اسمهم كده: اول مسار K، تاني مسار L، تالت مسار M، رابع مسار N. خلاص؟ طيب اول مسار بياخد 2، لازم ده لازم ده لازم. تاني مسار بياخد 8، ده لازم ده لازم. تالت مسار بياخد 8، ده لازم ده لازم. اخر مسار اللي هو الرابع بياخد 8. يبقى K L M N. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يعني ايه بقى الفلزات؟ الفلزات بينتهي مستوى طاقتها الخارجي بواحد او 2 او 3. تعال اقول لك تعالى كده هات لي الصوديوم. هات لي الصوديوم ده Na كام؟ 11. Na 11 صح؟ صح. تعالى نوزعهم كده. تعالى نوزعهم فين انا مش لاقي مكان فاضي اوزعهم فيه. تعالى نوزعهم هنا. تمام؟ Na 11 لما اجي اوزعهم بناء على كده، اول مستوى اللي هو اسمه K هياخد 2. طب 2 ناقص 11 9. طب تاني مستوى اللي هو اسمه L هياخد كام؟ هياخد ال8 بتوعه. 8 بتوعه. طب 2 و8 10. كده باقي كام عشان يبقوا 11؟ باقي 1. طيب يبقى الام فيه 1. طيب شايف المستوى الاخير ده؟ مش هو بينتهي بواحد؟ يبقى ده فلز. ايه ده يا ميس؟ الموضوع بسيط كده وسهل كده والنعمه سهل. هو كده. طب تعالى اوزع لك واحد كمان عشان ما تتوهش مني. تعالى اوزع لك واحد كمان. تعالى مثلا هات لي الكالسيوم. الكالسيوم ده كام يا حبيب قلبي؟ 20. طب تعالى نوزع الكالسيوم. Ca 20. الكي هياخد كام؟ احنا عارفين بياخد 2 بس. طب والال بياخد 8. طب 2 و8 10 ناقص 20 كده باقي 10. طب الام هياخد كام؟ الام هياخد 8. طب 2 و8 10 و8 18 كده باقي كام؟ 2 عشان يبقوا 20. طب يعني المستوى الاخير هياخد الاثنين دول.
الN هياخد 2. شايف مش بينتهي مستوى طاقتها الخارجي ب2؟ يبقى ده فلزات. يبقى اي عنصر هوزعه كده هلاقيه بينتهي ب1 او 2 او 3 من غير ما افكر ده فلز، من غير ما افكر ده ايه؟ ده فلز. طيب يبقى عشان كده الفلزات كريمه، بتحب تعطف يعني بتفقد على العنصر اللي معاها بالكترونات مستوى طاقتها الخارجي حتى تستقر وتتحول لايون موجب. يعني هي دايما بتدور على الاستقرار. فيعني استقرار يعني لازم مستوى طاقتها الخارجي ينتهي ب8. طيب هي دلوقتي ازاي هتنتهي ب8 وهي اخرها 2؟ فبتعمل ايه؟ بتقول خلاص انا هسيب الاتنين لله، هتبرع بالاتنين عشان ينتهي مستوى طاقتي الخارجي ب8. ده معنى ان هي بتتحول من ذره لايون. تاني عشان الحته دي مهمه، انا دلوقتي عندي ذره، تمام؟ الذره في حالتها العاديه بتنتهي برقم. طب هي بتدور دايما على الاستقرار. يعني ايه يا ميس بتدور على الاستقرار؟ يعني دايما عايزه مستوى طاقتها الاخير يبقى 8. طيب هي هتبقى 8 ازاي؟ هينفع تكتسب 6؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. طب بتعمل ايه؟ بتسيب الاتنين وتريح دماغها. ده معنى ان هي بتفقد 1 او 2 او 3. فبتسيب الاتنين بتاعها، بتسيبه، هنمسحه خالص، بتسيب الاتنين بتاعها. فبيبقى ده شكلها. ده كده برضو دي ذره صوديوم، تمام؟ بس فقدت الاتنين بتوعها اهو، تمام؟ بتتحول لايون موجب، بتتحول لايون موجب. خلاص. طيب تعالى بقى اللافلزات. اللافلزات طماعه ولكن غلبانه، بتحب الاخذ والمصلحه. يعني ايه؟ يعني بتكتسب. يعني ايه؟ بتكتسب من العنصر اللي جنبها وبتتحول لايون سالب، وبينتهي مستوى طاقتها الخارجي ب5 او 6 او 7. طب تعالى كده نوزع واحد بناء على الطريقه اللي احنا متعلمينها مع بعض. تعالى الكلور 17، تعالى الكلور Cl 17، تعالى نوزعه كده. احنا قلنا اول مستوى اللي هو اسمه K بياخد 2. طيب والال بياخد 8. طب 2 و8 10، باقي كام؟ باقي 7. طب المستوى اللي بعده هو بياخد 8 بس مش متبقي غير 7 فهنديله 7. مش هو بينتهي ب7؟ يبقى ده لافلز عشان اللافلز ده بتنتهي ب5 او 6 او 7، يبقى ده لافلز. طب هي عشان بتدور على الاستقرار، سهل تاخد 1 عشان تبقى 8 ولا تسيب ال7؟ لا، سهل تكتسب 1 عشان تبقى 8. خلاص. فعشان تدور على الاستقرار وتتحول لايون سالب فبتعمل ايه؟ بتكتسب 1. بتكتسب ايه؟ 1. دايما احنا بندور على ان هي تكون كام؟ 8 مستقره. خلاص اتفقنا؟ طيب بعد كده اشباه الفلزات. يعني ولا بص، هي شكلها فلز ولكن تصرفاتها لا فلز. يعني اشباه الفلزات شكلها فلز وتصرفاتها لا فلز. بص اسمها اشباه فلزات، يعني ولا هي فلز ولا هي لا فلز، هي واقفه في النص. يعني شكلها فلز وتصرفاتها لا فلز، راضت الاثنين. ماشي خلاص اتفقنا. اتفقنا تمام. طيب العناصر الخامله دي ملكه. يعني ايه عناصر خامله؟ يعني عناصر بينتهي مستوى طاقتها الخارجي ب8 الكترونات. يعني دايما المستوى الخارجي مكتمل. ما هو احنا في اكتر من كده، انا قلت لك ان التوزيع 2 8 8 8 صح؟ مفيش اكتر من 8. فمعنى ان انت توزع اي عنصر وينتهي المستوى الخارجي ب8 معنى كده ان ده عنصر خامل. طب تعالى كده اوزع لك زي مثلا الارجون 18. طب تعالى كده نوزع الارجون 18 سوا. الكي هياخد كام؟ 2. الكي هياخد 2. طيب والال هياخد كام؟ ال هياخد 8. طب 2 و8 10، كده متبقي كام؟ 8. الام هياخد 8. شايف دي ولا هتفقد ولا هتكتسب عشان هي اصلا مستقره. عرفت منين ان هي مستقره؟ المستوى الخارجي بتاعها المستوى الاخير مكتمل. المستوى الاخير مكتمل خلاص. فالعناصر الخامله دي ملكه، لا بتدي ولا بتاخد، مكتفيه بذاتها. خلاص. طب تعالى نحل يلا السؤال ده عشان ندخل في اللي بعده. عنصر اكس بيحتوي نواه ذرته على 20 جسيم متعادل الشحنه. طالما قال لك 20 جسيم متعادل الشحنه، مين اللي عندي الشحنه المتعادله؟ النيترونات. ركز، العلوم مش بيتحل بالفهلوه. طيب يبقى تاني، انا عندي مين الجسيم المتعادل؟ دي النيترونات. يبقى اول حاجه هكتبها نيترونات عشان قال لي جسيم متعادل. وعدد النيوكلينات 39. النيوكلينات دي يا شباب معناها العدد الكتلي، معناها العدد الكتلي. يبقى النيوكليونات دي معناها مين؟ العدد الكتلي. خلاص. طيب قال لك ما عدد الجسيمات السالبه؟ يعني عايز كده عدد الالكترونات. هو كده عايز مين؟ عدد الالكترونات. طيب كلام جميل. مش هو مديني النيترونات مديهاني 20 ومديني العدد الكتلي يعني رمز العنصر هيبقى كده اكس 39 وهو عايز اللي تحت صح؟ صح.
مش انا قلت لك ان العدد الكتلي ده مجموع عدد النيوترونات والالكترونات مع بعض؟ هتقول لي اه. يعني معنى كده ان انا معايا عدد النيوترونات اهو، هطرحه من ال 39 هيبقى كام؟ 19. يبقى انا عندي العدد الذري كام؟ 19. خلاص اتفقنا؟ طيب هيسألك سؤال مهم، ال 19 دي ده رمز ايه؟ عنصر ايه؟ انت حافظ بقى البوتاسيوم. البوتاسيوم كام؟ 19. يبقى بيقول لك اكتب رمز هذا العنصر متضمن اعداد الرمزين الزد والاي. البوتاسيوم كي 19 وفوق 39. عرفنا بنحلها ازاي؟ ان شاء الله تكون عرفت بكل بساطه. طيب يلا ندخل في اللي بعده. الجزء التاني بقى من الكورس، تعالى نفتكر مع بعض بسؤال. بيقول لي اداني الاف اي اللي هو الحديد وعدده الذري 26 والعدد الكتلي 56. طيب بيسالني ايه العدد الذري؟ انا عارفه ان العدد الذري اسفل يسار العنصر، فالعدد الذري هيكون كام؟ 26. طب العدد الكتلي ده اعلى يسار العنصر، يعني هيبقى مين؟ 56. عشان اجيب عدد النيوترونات اعمل ايه؟ هطرح ال 56 من ال 26. طب هيدوني كام؟ هيدوني 30. يبقى عدد النيوترونات 30. اتفقنا؟ طيب بعد كده بيقولك بتنقسم عناصر الجدول الدوري الى، برضو نفس الكلام اللي فات بس هفكرك بكم معلومه زياده. طبعا احنا عارفين ان عناصر الجدول الدوري بتتقسم لكام؟ ل4: فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات، عناصر خامله. قلنا الفلزات بينتهي مستوى طاقتها الخارجي ب1 أو 2 أو 3. طب ده بناء على ايه؟ على التوزيع الالكتروني. خلاص. يعني في سؤال مهم جدا لطلاب اولى اعدادي، بيقول لك عناصر يحتوي مستوى طاقتها الخارجي على اقل من 4 الكترونات دي الفلزات. طب اكتر من 4 دي اللا فلزات. اتفقنا؟ طب مكتمله دي الخامله. خلاص. طيب التوزيع الالكتروني خدناه خلاص وعرفنا يعني ايه توزيع الكتروني. في بس معلومه كمان عايزه اكلمك فيها مهمه جدا جدا جدا، وهي التكافؤ. ازاي اجيب تكافؤ اي عنصر؟ بص يا حبيبي، التكافؤ دايما ده الفقد او العدد اللي العنصر عايز يكتسبه. يعني العدد اللي العنصر هيفقده او العدد اللي العنصر هيكتسبه. يا ميس فهميني واحده واحده بسرعه يعني ايه تكافؤ. تعالى افهمك يعني ايه تكافؤ. عندي ال ان ايه 11، تعالى نوزعها كده. الكي هياخد 2، طب ال هياخد 8، طب الام هتاخد 1. صح؟ طيب ده فلز ولا لا فلز؟ ده فلز. طب يعني هيفقد ولا يكتسب؟ هيفقد كام؟ 1. صح؟ طيب مش ده هيفقد 1؟ يبقى تكافؤه 1. ده التكافؤ بتاعه احادي، تكافؤ احادي. طيب يعني بيتكتب ازاي العنصر؟ بيتكتب كده موجب، عشان ده واحد، الواحد ما بيتكتبش، بيتكتب موجب طالما هو فلز. خلاص. طيب تعالى هديك واحد تاني، مثال تاني. ام جي 12. تعالى نوزع. الكي هتاخد 2، ال هتاخد 8، الام هتاخد 2. تمام؟ يبقى 2 و8 10 و2 12 هو. طيب دي هتفقد كام؟ هتفقد 2. صح؟ هتفقد 2. يعني تكافؤها كام؟ التكافؤ ثنائي. يعني بيتكتب كده ام جي موجب 2 عشان تكافؤ ثنائي. اخر واحده في الفلزات عشان تفهم معنى قصدي، الالومنيوم 13. تعالى نوزع. الكي هتاخد 2، ال هتاخد 8، الام هتاخد 3. طب دي هتفقد كام؟ 3 عشان هي من عشان هي من الفلزات هتفقد كام؟ 3. يعني ده تكافؤها ايه؟ ثلاثي. عرفت منين؟ من عدد الفقد. طيب هتتكتب ازاي؟ هتتكتب ال موجب 3. خلاص اتفقنا؟ طب تعالى اوريك بقى اللافلزات. تعالى مثلا الكلور كام؟ 17. تمام؟ طيب تعالى نوزع. الكي هتاخد 2، طب والال هتاخد 8، طب والام هتاخد 7. طب هي دي باقي لها كام وتبقى 8؟ باقي لها 1، يعني هتكتسب 1. طبعا احنا عارفين ان دي لافلزات هتكتسب 1. صح كده؟ فهتتكتب كده Cl سالب، عليها سالب. اتفقنا؟ عرفنا ازاي بنجيب التكافؤ. يبقى بنجيب التكافؤ منين؟ بنجيب التكافؤ من عدد الفقد او الاكتساب. طيب يلا نرجع نكمل. قالك بقى خواص الفلزات. قالك الفلزات قابله للسحب والطرق والتشكيل، يعني اقدر اشكلها زي اسلاك النحاس وزي اي الاواني بتاعه الطهي. كل الحاجات دي اتشكلت ليه؟ لانها فلزات. طيب لها بريق معدني، هتلاقيها بتلمع. طيب جيده التوصيل للحراره والكهرباء. يبقى الفلزات قابله للسحب والطرق والتشكيل، لها بريق معدني،
جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. طب اللافلزات خلاص احنا اتكلمنا عنها، قلنا زي النيتروجين 2 بنوزع 2 5. طيب الكبريت، لو جيت سألتك بقى هنا تكافؤ الكبريت كام؟ تكافؤ الكبريت كام؟ هتقولي تكافؤه ثنائي. طب ليه ثنائي؟ هتقولي يا ميس علشان هو عايز يوصل للاستقرار فمحتاج 2، يعني هيكتسب 2، يعني التكافؤ بتاعه ثنائي. يبقى التكافؤ ده يا اما عدد الفقد يا اما العدد اللي انا هكتسبه عشان اوصل للاستقرار. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب خواص اللافلزات، اللافلزات غير قابله للسحب والترك والتشكيل، يعني هشه لو خبطت عليها هلاقيها اتكسرت اتفتتت زي الفحم. طيب ليس لها بريق معدني، برضو زي الفحم مش بتبرق، مطفيه. طيب رديئه التوصيل للحراره والكهرباء ما عدا عنصر واحد بس هو اللي جيد التوصيل للكهرباء، اسمه ايه؟ اسمه عنصر الجرافيت، اسمه عنصر الجرافيت. خلاص. طيب اخر حاجه العناصر الخامله، دي عناصر مستوى طاقتها الخارجي ممتلئ زي ما قلت لك بالالكترونات، يعني بينتهي مستوى طاقتها الخارجي ب8، يعني التكافؤ بتاعها صفر، ملهاش تكافؤ. ليه؟ لان احنا قلنا التكافؤ ده عدد الفقد عشان نوصل للاستقرار او عدد الاكتساب عشان نوصل للاستقرار، لكن هي بيمتلئ مستوى طاقتها الخارجي ب8 الكترونات، يعني مكتمله، فما عندهاش اصلا تكافؤ، تكافؤها بصفر. خلاص. طيب الغازات الخامله زي مين؟ زي الرادون، زي الزينون، زي الكريبتون، زي الارجون، زي النيون، زي الهيليوم. خلاص. طيب التكافؤ ده عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه، اتكلمنا عنه خلاص. الجزيء ليس له تكافؤ، شحنته بصفر. الجزيء ملهوش تكافؤ. يعني ايه؟ يعني شحنته بصفر. يعني لما اقول لك SO4 ده كده شحنته، الشحنه بتاعته صفر. خلاص. لكن الذره ليها تكافؤ، الذره ليها تكافؤ زي كده. تمام. تمام. المجموعات الذريه بقى لازم تتحفظ زي ما هي. المجموعات الذريه دي مجموعه ذرات مختلفه مرتبطه مع بعض، ولكنها تسلك سلوك الذره الواحده اثناء التفاعل الكيميائي، وليها تكافؤ خاص بيها، ليها تكافؤ خاص بيها. تمام. طيب طبعا اللي هيسالني يا ميس هي ايه الارقام دي، هقول له ان الارقام دي بس خطا مطبعي، المفروض رمز العنصر، ولكن ده خطا مطبعي. تمام. طيب قلنا التكافؤ وخلاص اتكلمنا عنه. الجزيء ملهوش تكافؤ، الجزيء ملهوش تكافؤ، لكن الذره ليها تكافؤ. عندي بقى شويه مجموعات ذريه، كل مجموعه ليها تكافؤ خاص بيها، كل مجموعه ليها تكافؤ خاص بيها. المجموعات الذريه دي مجموعه ذرات ولكن مختلفه مرتبطه مع بعض، يعني عنصرين او اكثر مرتبطين مع بعض، عنصرين او اكثر مرتبطين مع بعض عاملين لي حاجه اسمها مجموعه ذريه. كل مجموعه ذريه ليها تكافؤ خاص بيها. طيب مقسومين لكام حاجه؟ مقسومين ل3 انواع. عندك اول مجموعه احاديه التكافؤ. عندك مجموعه الهيدروكسيد OH سالب، دي اول مجموعه. يبقى انا عندي مجموعات احاديه التكافؤ كلها شحنتها واحد سالب، دايما سالب. خلاص. ما عدا مجموعه واحده بس هي اللي تكافؤها واحد موجب، هي مجموعه الامونيوم. يبقى المجموعات احاديه التكافؤ عندك الهيدروكسيد، النترات NO3. بص نترات، عليت صوتي كده يبقى ده اللي فيه زياده اكسجين يعني NO3. طب نيتريت، قللت صوتي كده يعني بيقل بواحد اكسجين يعني NO2. يعني لما اقول لك اكتب لي المجموعه الذريه، اكتب لي المجموعه الذريه النيتريت، تقول لي NO2 وتبقى عارف ان دي شحنتها سالبه، يعني تكافؤها سالب. لازم تبقى عارف الكلام ده، لازم تبقى حافظه. طب لما اقول لك اكتب لي مجموعه النترات، تبقى عارف ان هي NO3 يعني شحنتها برضو سالب، لازم تكون عارف الكلام ده. طب لما اقول لك اكتب لي مجموعه الامونيوم، تبقى عارف ان هي NH4 بس دي الوحيده الموجبه، شحنتها واحد برضو بس موجب. خلاص. طيب المجموعات الذريه دي لازم تتحفظ قبل ما تدخل على المنهج، وانا حذرتك وانت براحتك. تمام. طيب سيبك من الكلوريد دي عشان برضو مكتوبه غلط، ده خطأ مطبعي. يبقى هيدروكسيد OH، نترات NO3، نيتريت NO2، امونيوم NH4، ولكن دي الوحيده الموجبه. طيب مجموعات ثنائيه التكافؤ بقى، عندي 3 مجموعات ثنائيه التكافؤ، الثلاثه بيبداوا بحرف الكاف. كبريتات، كبريتيت، كربونات، كبريتات، كبريتيت، كربونات، ثنائي. يبقى انا اول ما المح حرف الكاف، كبريتات، كبريتيت، كربونات، دي مجموعات ذريه تكافؤها ثنائي. خلاص. طيب الكبريتات هي الاكثر في الاكسجين، فهي SO4، واحنا اتفقنا ان هي
شحنتها -2. طب الكبريتيد هي اقل بوحده اكسجين SO3 تمام، وبرده شحنتها -2. طب الكربونات، كربونات CO3 وبرده شحنتها -2. يبقى انا عندي مجموعات ثنائيه التكافؤ: كبريتات، كبريتيد، كربونات. ليه لازم اعرف العدد اللي فوق دوت؟ هقول لك بعدين بعد شويه. خلاص تمام. طيب مجموعات ثلاثيه التكافؤ، عندي مجموعه واحده بس ثلاثيه التكافؤ، هي مجموعه الفوسفات BO4 عليها شحنه 3. طب تعالى اقول لك انت هتستفاد بالكلام دوت في ايه. بص بقى، انا ازاي بكتب صيغه مركب؟ ازاي بكتب صيغه مركب؟ انا دلوقتي بقول لك كبريتات نحاس، كبريتات اهو، بكتب لك اهو كبريتات نحاس، وبقول لك ان انا عايز الصيغه الكيميائيه بتاع كبريتات النحاس. حط لي سهم تحت النحاس، حط لي سهم تحت الكبريتات. النحاس رمزه ايه؟ ما احنا حافظين بقى Cu. طب مجموعه الكبريتات رمزها ايه؟ احنا عارفين كبريتات هي الاكثر في الاكسجين، يعني SO4. طب هي الصيغه بتقف لحد هنا؟ لا، لما اجي اكتب صيغه كيميائيه لازم اكتب التكافؤ وابدله. طيب النحاس تكافؤه كام؟ تكافؤه 2. طب ومجموعه الكبريتات تكافؤها كام؟ برضو تكافؤها -2، يعني 2 برضو. لو جيت بدلت التكافؤات الاثنين هيروحوا مع بعض، فالصيغه هتتكتب كده CuSO4. كده انا كتبت الصيغه صح. طب تعالى اقول لك على حاجه تانية. تعالى لما اقول لك مثلا مثلا لا ثواني. لما اقول لك مثلا كبريتات الفضه، كبريتات الفضه، تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل سهم تحت الفضه وسهم تحت الكبريتات. الفضه رمزها ايه؟ Ag. طب والكبريتات SO4. طيب هقف لحد هنا؟ لا، نشوف التكافؤ. الفضه تكافؤها ايه؟ تكافؤها -1. طب والكبريتات تكافؤها انت عارف بقى وحافظ ان هي 2. خلاص. طيب هعمل ايه؟ هبدل التكافؤات، يعني الواحد ده المفروض يروح هناك فمش هيروح، اي واحد ما بيتكتبش. طب والاثنين هتروح هنا، فهتبقى الصيغه كده Ag2SO4 كبريتات الفضه. تمام. طيب تعالى اقول لك على واحده كمان. تعالى مثلا هيدروكسيد المغنيسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم. اكتب الصيغه ازاي؟ اعمل هنا سهم واعمل هنا سهم. المغنيسيوم رمزه ايه؟ Mg. طب والهيدروكسيد OH. طيب المغنيسيوم عدده التكافؤ بتاعه كام؟ 2. طب والهيدروكسيد انا حافظ ان التكافؤ بتاعه 1. هعمل ايه؟ هبدل التكافؤات، يعني الاتنين دي هتروح هنا والواحد هتيجي هنا بس مش بيتكتب، فيبقى اسمها MgOH2. طب يا ميس انت ليه عملتي قوس؟ عملت القوس علشان الاتنين دي بتاعه الاتش والاو. لو انا كتبتها كده يا حبيب قلبي كده انا معناها ان انا بقول عندي ذرتين هيدروجين، فالكلام ده غلط، فلازم اعمل القوس. فهمنا يعني ايه تبديل التكافؤات وازاي بكتب صيغه كيميائيه، عشان الكلام دوت انت هتحتاجه وانت بتكتب المعادله ودايما بتتلخبط. خلاص. زي لما يقول لك كلوريد المغنيسيوم، فانت بتتصدم. المغنيسيوم يا حبيبي رمزه ايه؟ Mg. طب والكلوريد Cl اللي هو الكلور يعني. تمام. طب المغنيسيوم تكافؤه كام؟ 2. طب والكلور تكافؤه كام؟ 1. طب بعمل ايه؟ ببدل التكافؤات، يعني الاتنين بتروح للكلور والواحد بيروح للMg والواحد ما بيتكتبش، يبقى MgCl2. عرفنا يعني ايه بنكتب صيغه كيميائيه؟ هو ده اللي انا كنت بكلمك فيه. اتفقنا اهو. الكلام بيقولك ان احنا هنبدل التكافؤات، يعني بنعمل مقص، بعد كده بنختصر التكافؤات وبننزل الصيغه زي ما هي. اتفقنا ان شاء الله. تعالى اديك اخر جزء، انواع المركبات الكيميائيه. عندي كام نوع من المركبات الكيميائيه؟ عندي 4 انواع، يا اما احماض، يا اما قلويات، يا اما اكاسيد، يا اما املاح. يعني ايه احماض؟ اول ملمح اي مركب بدايته اتش فده حمض اهو. اي مركب بيبدا بالاتش فده حمض، زي ال H2SO4، زي ال HCl، زي ال HI. تمام. طيب يوديد الهيدروجين، خلاص. كلوريد حمض الهيدروكلوريك، خلاص، او كلوريد الهيدروجين.
ماشي. يبقى تاني لو سألك على غاز هتقول له يوديد الهيدروجين، لكن لو سألك على حمض يبقى حمض الهيدرويوديك، حمض الهيدروكلوريك. يبقى اي حاجه، اي مركب بيبدا ب اتش، اي مركب بيبدا ب اتش فده حمض، ما عدا الميه H2O ده مش حمض، خلي بالك. اي مركب بيبدا ب اتش فده حمض ما عدا الميه. خلاص قلنا زي حمض الكبريتيك، حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدرويوديك، تمام، حمض الكربونيك، اي حمض بيبدا ب اتش. خلاص. طيب يبقى تاني لما الاقي اي مركب بدايته اتش يبقى انا كده لازم ابدا بكلمه حمض، ماشي. وطبعا اولى اعدادي هياخدوا التسميه بالتفصيل، لكن ثالثه اعدادي هو طبيعي عارف. طيب القلويات دايما بتنتهي ب او اتش، ودايما بقول عليها هيدروكسيد، يعني بتنتهي بانيون الاو اتش. يعني اي حاجه، اي مركب الاقيه زي كده مثلا، زي مثلا MgOH ده اسمه هيدروكسيد المغنيسيوم. اي مركب بتلاقيه بينتهي ب OH قول عليه هيدروكسيد الكذا، هيدروكسيد الفلز. يعني تعالى اوريك كده، ده مثلا AlOH 3 ده اسمه ايه؟ هيدروكسيد الالومنيوم. طب الثلاثه دي جت منين؟ تعالى افكرك، الالومنيوم تكافؤه 3 والاو اتش تكافؤها 1، عملنا تبديل تكافؤات، فالثلاثه دي راحت هنا والواحد ما بيتكتبش، عشان كده كتبنا ايه؟ LOH 3. يبقى اي مقطع بينتهي ب OH لازم اقول هيدروكسيد كذا، هيدروكسيد الفلز. خلاص، زي هيدروكسيد المغنيسيوم، هيدروكسيد الالومنيوم، هيدروكسيد الصوديوم، كل ده. طيب الاكاسيد يعني ايه؟ اكسيد يعني فلز اتحرق في الهواء الجوي، اتحرق في وجود اكسجين فاداني اكسيد، يعني فلز جنبه او، فلز جنبه او، زي Al2O O3 ده اسمه ايه؟ اكسيد الالومنيوم. طب ده اسمه ايه؟ MgO ده اسمه اكسيد المغنيسيوم. طب ده اسمه ايه؟ ثواني، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده اسمه اكسيد البوتاسيوم. لازم الاتنين دي عشان البوتاسيوم تكافؤه احادي، تمام، ولكن الاكسجين تكافؤه ثنائي، فعملنا تبديل تكافؤات. خلاص، كل الحاجات دي مهمه جدا 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 وهتفيدك. يبقى الحمض بيبدا ب اتش، طب القلوي بينتهي ب او اتش وبقول عليه هيدروكسيد الكذا. طب الاكسيد فلز واكسجين وبقول اكسيد الفلز. طيب الملح بقى لو ما لقيتش اي حاجه من الثلاثه دول يبقى اسمه ملح، تمام. لو ما لقيتش حاجه من الثلاثه دول يبقى ملح، زي مثلا ال NaCl. هسألك سؤال، هو بيبدأ ب H؟ لا يبقى مش حمض. بينتهي ب OH؟ لا يبقى مش هيدروكسيد. طيب بينتهي ب O؟ لا. طب امال ايه ده؟ ملح. اي حاجه بره الثلاثه دول ملح. خلاص، زي ال NaCl. يبقى ده ناتج حمض مع قلوي بيتكون ملح وميه، ماشي. طيب تعالى اوريك بقى ازاي تكتب معادله موزونه بالتكافؤات، واحنا بنستخدم التكافؤات ازاي. اول معادله بيقول لك الومنيوم زائد اكسجين بيديني اكسيد الومنيوم. تعالى يا باشا اوريك، الالومنيوم رمزه ايه؟ رمزه Al. طيب والاكسجين O، واحنا متفقين ان الاو ما بتقفش لوحدها، بيقف جنبها 2. وطالما الالومنيوم اتحرق في الهواء الجوي يبقى لازم احط سهم فوق المعادله معناه احتراق. خلاص. طيب الناتج اللي هيطلع ايه؟ اكسيد الالومنيوم Al صح كده؟ صح. طب تعالى اسالك سؤال، الالومنيوم تكافؤه كام؟ 3. طب والاكسجين تكافؤه كام؟ 2. هبدل التكافؤات، الاثنين دي هتبقى عند الالومنيوم والثلاثه عند الاكسجين. يعني الناتج النهائي هيبقى كام؟ هيبقى الناتج النهائي Al2O3. كلام جميل. طيب تعالى نوزن بقى، انا عندي هنا كام اكسجين؟ عندي 2. وعندي هنا كام اكسجين بره؟ عندي 3. طب ده ينفع؟ لا. طب تعالى احط لي هنا 3. 3 و2 كام؟ 6. طب ما هو هنا 3 بس، هحط هنا 2. طيب طبعا احنا عارفين ان اللي بره بتاع كله، انا حطيت هنا 2، ف2 في 2 بكام؟ الالومنيوم كده بقى كام بره؟ 4، وهنا 1 يبقى هحط هنا 4. خلاص. طب و2 في 3 ب6. كده انا وزنت المعادله، تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي زئبق واكسجين. الزئبق رمزه Hg. طيب والاكسجين رمزه كام؟ O، ما بيقفش لوحده، بيقف مع 2. طيب قلنا طالما هيتحرق في الهواء الجوي يبقى مثلث. طيب هيديني ايه دوت؟ هيديني اكسيد الزئبق اللي هو HgO. طب تعالى الزئبق عدد التكافؤ بتاعه كام؟ 2. طب والاكسجين 2. يبقى خلاص هلغي الاثنين مع الاثنين، يبقى انا كده اختصرت بقى HgO بس. خلاص.
طب هي كده موزونه؟ لا مش موزونه، هنا 2 اكسجين. طب هنا كام اكسجين؟ واحده. طب ده ينفع؟ لا، هحط هنا 2. خلاص. طب ما كده الاتش جي بقت ب2، هحط هنا 2. كده المعادله بتاعتي اتوزنت. طيب اخر حاجه هناخدها التفاعل الكيميائي، ده كسر الروابط الموجوده ما بين جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجه من التفاعل. يعني انا عندي التفاعل الكيميائي ده بيتم ازاي؟ عندي مواد متفاعله ومواد ناتجه. المواد المتفاعله ده بيحصل لها تكسير في الروابط بتاعتها علشان يتكون لي روابط جديده خالص، اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها النواتج. خلاص اتفقنا؟ طيب اخر حاجه ده مش مطالب بيه غير طالب تالتة اعدادي، فانا هقوله لك بس من باب العلم بالشيء. عندي كام نوع للتفاعل الكيميائي؟ عندي 4 انواع. عندي اول نوع اتحاد مباشر، انحلال حراري، احلال، والاحلال بيتقسم لبسيط ومزدوج، واكسده واختزال. طب ده هنشرحه يا ميس؟ لا مش هنشرحه، هنشرحه لطالب تالتة اعدادي في اول حصه في المنهج الجديد ان شاء الله. باقي لك معايا معلومتين واقفل الفيديو ده خالص. تمام. بص بقى، في المعادله الكيميائيه لازم تكتبها موزونه كويس جدا، والتكافؤات بتاعتها مظبوطه، وكمان اللي فوق السهم يعني التفاعل، شروط التفاعل بتاعتك تكون مظبوطه، والحاله الفيزيائيه دي حاجه جديده على منهج ثالثه اعدادي واولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي واولى ثانوي، هيستفادوا من الكلام دوت، مش حاجه هتضرك يعني. بص بقى، يعني ايه الحاله الفيزيائيه؟ يعني تكتب على جنب الرمز سواء ده صلب، تمام، صلب او راسب او لا يذوب تكتب عليه اس. طب لو سائل تكتب عليه ال. طب لو غاز تكتب عليه جي. طب لو بخار تكتب عليه في. طب لو محلول مائي يعني ماده مذابه في الميه هنكتب عليها اي كيو. خلاص. طيب توضع اعلى السهم التفاعل وشروط التفاعل، زي لو استخدمت حراره في التفاعل، لو استخدمت حراره لازم اعمل سهم. طب لو استخدمت عامل حفاز لازم اعمل اللي هي كات دي. خلاص، كاتاليست، بس هي احنا بنختصرها بكات. خلاص. طيب لو استخدمت حمض مخفف دل. طيب لو استخدمت حمض مركز كونيك. خلاص. يبقى تاني لازم اكتب اعلى السهم شروط التفاعل، حراره يبقى سهم، يبقى مثلث. طيب عامل حفاز كات. طيب حمض مخفف دل. طيب حمض مركز كونيك. تعالى اوريك مثال عشان نقفل الكلام ده كله خالص. بيقول لك مثلا عندك HGO اكسيد الزئبق الاحمر، تمام. لما اجي اعمل انحلال حراري، بص بقول لك بعمل انحلال حراري يعني تفكك بالحراره لاكسيد الزئبق، ماشي، هعمل هنا مثلث، ده لازم ده لازم. طيب اكسيد الزئبق اصلا حالته الفيزيائيه ايه؟ صلب. اكسيد الزئبق اصلا حالته الفيزيائيه ايه؟ صلب. طيب لما ينحل بالحراره العناصر الاوليه هيديك ايه؟ هيديك HG اللي هو الزئبق الفضي. طب الزئبق ده العنصر السائل الفلز الوحيد، يعني سائل صح؟ طالما سائل بعمل ايه؟ اللي هي ليكويد. خلاص. طيب زائد او، والاو ما بتقفش لوحدها، O2، فده اسمه ايه؟ ده اسمه غاز. غاز، ماشي. عشان اي غاز اللي هو الهيدروجين، النيتروجين، الاكسجين، دي غازات بعمل جي. خلاص. طيب اوزن المعادله بتاعتي بقى اهو، 2 كده انا ظبطت المعادله. يعني المعادله لازم تتكتب بنفس المنظر اللي انت شايفها دي، ماشي، ما ينفعش تكتبها باي شكل غير الشكل اللي انت شايفه دوت. لازم الحاله الفيزيائيه، شروط التفاعل، وزن المعادله، وقتها انت كده عملت معادله تستاهل 10 من 10 ونجمه. تمام. الكورس دوت مهم جدا قبل ما تسمع المنهج، وان شاء الله باذن الله من بعده هيبقى الدنيا معاك سهله جدا ان شاء الله. وما تنساش تكتب لي في الكومنت استفدت قد ايه، وما تنساش تشير الفيديو لاصحابك، وما تنساش كمان تدخل على قناه الواتساب بنزل عليها كل حاجه مهمه، سواء شرح وبكون معاك فيها ليله الامتحان، ببعت فويسات شرح ببعت عليها اهم حاجات ممكن ان شاء الله تقابلك في الامتحان. فما تنساش تدخل قناه الواتساب، ومستنياكم ان شاء الله تتفرجوا على اول فيديو لشرح تالتة اعدادي، وانتظروني في باقي السنين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.